اخواتي الاهلاويه، ما تزعلش. اوعى تزعل، اوعى تزعل. انت عندك منه كتير، عندك بطولات مفيش حد في افريقيا زيك. الدوري راح مش مشكله، بس ان شاء الله زي ما احنا متعودين مع الاهلي، السنه اللي بعدها الكبوه بتاخد كل حاجه. بتاخد افريقيا، بتاخد دوري، بتاخد كاس، بتاخد رابطه، بتاخد كل حاجه. فما تزعلش، سيبهم يحفلوا، سيبهم يفرحوا. حقهم، حقهم، عشان انت عندك لعيبه هي اللي سمحت ان هم يعملوا كده. عندك لعيبه ما كانتش غير مسؤوله، عندك لعيبه كانت شبعانه كوره. فخبطه اللي على الدماغ اللي حصلت النهارده او حصلت في الموسم ده هتخليهم يفوقوا. كنت كل حاجه يعني اقل واحد في لعيبه الاهلي واخد بطولتين ثلاثه. فاوعى تزعل، ما تقولش ان الزمالك كان حلو، لا الزمالك مش حلو. قول الاهلي اللي كان وحش، الاهلي اللي كان وحش. احنا قلنا الف مبروك للزملكاويه، لقينا الشتيمه اشتغلت في المدرجات، لقينا التحفيل شغال بشتيمه. طب حفل بادب. خدت دوري مبروك يا سيدي، هتروحوا لبطوله افريقيا مبروك يا سيدي. بس ما تنساش بعد 2014 الاهلي لما خسر وخد الكونفدراليه ساق القاره كلها قدامه تاني. بعد 2021 ساق القاره كلها قدامه تاني. فاوعى تزعل، الاهلاوي ما بيزعلش. نقول الكلمه اللي احنا بنقولها على طول، بنعمل الدولاب الجديد للدوري الجديد، اصل الدولاب عندنا اتملى. بس سيبك بقى من الزملكاوي اللي بيفرح غلبان، اصل الحرمان وحش. شفت لهم فيديوهات دلوقتي، ايه ده حرمان. فما تزعلش والله، ازعل ان انت عندك لعيبه ما كانتش على قد المسؤوليه. انت طول الموسم كنت وحش، جيت اخر 3 ماتشات او اخر 4 ماتشات كنت حلو. لو كنت مش هقول لو بقى، عشان لو دي ايه، انت لو كنت تلعب بالموسم ده ما كانش حد عارف يوديك ولا يجيبك، كنت هتاخد بطولات. بس احنا اللي غلطانين، احنا اللي نفخنا في اللعيبه ديت. قلنا اللعيبه دي هتاخد الاخضر واليابس، قلنا اللعيبه ديت هتبقى على قد المسؤوليه، ما طلعوش على قد المسؤوليه. فاوعى تزعل، اوعى تزعل. انت الوحيد، الجمهور الوحيد اللي غير مستفاد منها ماديا، كلهم مستفادين منها ماديا. كل اللعيبه باداره بجهاز فني مستفادين ماديا. انت الحاجه الوحيده اللي انت بتستفاد منها ان انت بتفرح. هما ما فرحكش، بس الكيان نفسه مفرحنا من زمان. لما يجي يقول لك انت انا بطل الدوري، انت عندك كام دوري يا حبيبي؟ قول له كده. يعني انا ما حضرتش